صباح الخير عليكم حبايب قلبي او مساء الخير وقت ما بتشوفوا الفيديو بقى. النهارده يوم جديد وفيديو جديد، ما ننساش نصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده روتين جوه المطبخ، خلاص بقى ايه يعني، بقى لنا كام يوم كده بره المطبخ. النهارده قلنا بقى ايه يعني، نعمل حاجه بسيطه كده غدا، وان شاء الله يعجبكم بطريقه سهله وبسيطه. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه. انا دلوقتي معايا بيضتين، هعمل معاكم بقى النهارده احلى كريب. طبعا انا رحت اجيب كريب، لقيت الواحده ب75 جنيه. ليه يا عم، ليه يا عم ب75 جنيه، ليه يا عم؟ راح قال لي اصل البسطرمه غليت. طب البسطرمه غليت، طب خلاص انت هتديني واحده ب75 جنيه، يعني انا بقى هروح اعمل كتير ب75 جنيه. رحت رايحه بقى ايه، جايبه ربع بسطرمه وعامله احلى كريب. وبقص يعني عملت كذا حاجه وما جبتش يعني هقول ايه، ما عدتش مثلا ال150 جنيه، وعملت كذا واحده. انا كان ممكن اجيب اتنين ب150 جنيه، لكن لا، رحت شاده الرحيل وسحب عيالي وماشيه، ورحت جبت الطلبات وقلت بقى اعمله معاكم النهارده وان شاء الله يعجبكم. تمام، انا حطيت بيضتين وضربتهم بالمضرب، مضرب يدوي عندك، مضرب كهرباء عندك، اوكي، بالخلاط مفيش مشكله. تمام، وحطيت عليه نص كيلو من الدقيق وهبدا اضربها، وطبعا معايا كيلو من اللبن. تمام اهو، هضرب بقى كويس كده الدقيق والبيض واللبن. انا حطيت البيض وحطيت عليه نطره صغيره فلفل اسود والملح طبعا بتاعه ونطره سكر. تمام، زي نص معلقه سكر كده، وهبدا ان انا احط كيلو اللبن، ولو احتاج ميه هزود بقى ميه. تمام. تمام، هبدا بقى اضربه كويس. انا عايزاه زي عجينه الكب كيك كده، خفيف مش تقيل، يعني حاجه مظبوط، مش العجين اللي هو زي البيتزا او كده، لا 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 خالص. هحط كمان كوبايه الا ربع من الزيت، بس كده. هي دي عجينه الكريب، ما فيهاش اي حاجه. شايفين القوام معلم يا دوبك في الكبشه معاكي اهو، خفيف خالص زي الكب كيك بالظبط. تمام، هو كده خلاص خلص. وتعالوا بقى عند البوتاجاز ونعمله بقى الكريب. دي طاسه الكريب، ما عندكيش طاسه الكريب مفيش مشكله، اشتغلي بالطاسه العاديه، مش هتعيط يعني. لا، انا اصلا ما كانش عندي طاسه كريب الاول، وكنت بعمل في الطاسه العاديه. والله دي جايه لي هديه من بنت اخت زوجي، فهي جابتها لي هديه في عيد ميلادي، يعني انا ما فكرتش اشتريها اساسا. تمام. تمام، هبدأ بقى كده احط كبشتين في الطاسه كده، وابدا الف بايديا لغايه ما يعمل شكل دائري. طبعا اول واحده دي مش محسوبه، لازم تبقى متلخبطه ومتشحوره ومتكحوره ما اقولكوش، بس طلعت برضو يعني ما اتقطعتش. تمام. تمام، لا اتقطعت يعني هقول ايه، اتقطعت. بس يا عم بصوا، انا قاعده من الصبح مفيش عربيه عدت بتقول يا ليمون حتى اول ما قلت يا تسجيل الفيديو كله بقى ورا بعضه، يعني معلش سامحوني، رغم اني في الدور الاخير ما اعرفش فيه ايه. تمام. تمام، ادي اول واحده طلعت اهي. تعالوا بقى نشوف تاني واحده. اما هو لما يستوي معاكي ابدأي هزي في الطاسه كده، لو اتحرك تبقى تمام استوت، لسه ما اتحركتش يبقى ما استوتش، هي كده استوت وقلبناها. تمام، هعمل معاكم كده كذا واحده، وبعدين عشان ما تزهقوش هبدأ ان انا اكمله وارجع لكم تاني. تمام، هبدأ برضو احط كبشتين واحركها بسرعة كده، علشان خاطر الطاسة سخنة طبعا، فلازم ايدك تبقى بتتحرك بسرعة جدا وانت بتعمليه. خلاص يا عم بقى، يا عم خلاص، مفيش فايدة، مفيش فايدة. معلش بقى اعذروني، هنكرش الناس اللي بتنادي مش هنعرف. آم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا ولادنا بتحب الاكله دي جدا جدا، يعني لو كل يوم جبناها لهم مش هيقولوا لا. فطبعا عشان اروح مثلا اشتري الواحده ب75 جنيه، ويعني اقول هيتقطعت اهي. ومثلا انا عندي بنت وولد، في ناس عندها 3 و4، فاهميني؟ فطبعا لا مش هينفع. فاحنا ممكن يعني، انا الموضوع كله كلفني مثلا 140 150 جنيه، بس عملت كتير يعني، عملت كذا حاجة، بحيث ان انا حتى لو جاعوا بالليل ولا حاجة، او هحطه في التلاجة لبكرة الصبح اللي حابب يفطر منه وهكذا. عملت كمية حلوة بالمبلغ ده. لكن لو جبته من بره، فالواحدة ب75 جنيه، انا هجيب بال140 جنيه او بال150 جنيه، هجيب اتنين فقط لا غير. طبعا فشديت الرحيل يا جماعه، وخدت بعضي وروحت، وقلت بقى اجيب طلباتي واعمله في البيت. بصوا بقى، انا جبت جبنه مثلثات للحشو، وجبنه تركي متقطعه، وجبنه موتزاريلا اللي هي الصفاء، تحفه. انا بستعمل الصفا واطيب.
الاتنين دول بصراحة الاطباء اسفة، الاتنين دول بصراحة تحفة. تمام. معايا طماطم متقطعة، معايا فلفل متقطع طرنشات، معايا زيتون مخلي حلو كده، والبسطرمه طبعا. معايا بقى المايونيز والكاتشب، انا جايباه اكياس. بصراحه الاسعار بتاعه العلب بقت حاجه حلوه بصراحه، حلوه قوي. فانا بقى ايه، بقيت بريح دماغي مش بستعمله كتير، فبجيب بقى ايه شويه اكياس كده عندي لزوم الاستخدام. هبدا ارص بقى البسطرمه، وبعد كده عليها الجبنه التركي والموزاريلا، واحط بقى بقيه الخضار بتاعي، زيتون، الفلفل، الطماطم. اللي حابب الخضار بحط له، اللي حابب من غير الخضار طبعا مش بحط له. تمام. هحط بقى الكاتشب كده والمايونيز واقفله. سهل جدا جدا وبسيط. وحطوا لي لايك، بيخش مشاهدات وسهم المشاهدات مرفوع الحمد لله رب العالمين يعني. بدأنا نتشاف اهوت. بس الناس اللي بتشوف الفيديو مش بتحط لي لايك، يعني قليل جدا، اللي ما يتعدوش العشرة مثلا يعني الفيديو اللي فيه 3 4. بس في ناس دخلت وشاهدت، وناس عملت اشتراك بصراحة في القناة، يعني فضلا منكم. بس اللي يشوف الفيديو يحط لي لايك علشان غيره يشوفه، لان اللايك بيأثر جدا على وصول الفيديو لأكبر عدد من الناس. تمام. وانا بشكر جدا 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 الناس اللي اشتركت في قناتي ودخلت على الفيديو بتاع امبارح. انا بشكركم جدا جدا فوق راسي، ومشرفيني في القناة ومفرحيني. يا رب دايما كده تتابعوني، ويا رب يسعدكم ويسعد اولادكم. فوق راسي كلكم، بحبكم في الله. هنا بقى بصوا، انا بدأت بقى احشي بقية الكريب معاكم. بصوا اي نوع جبنه مثلثات، بصوا احنا كل ما ينزل نوع جبنه نجيبه يغلوه وينزلوا حاجه تانية، احنا نجيب اللي بعد اللي بينزل يعني. فاهمين؟ أنا جبت علبه الجبنه ديت المثلثات ديت، جايباها ب15 جنيه. تمام. تمام. هحط كده في كل واحده جبنه مثلثات، وبعدين جبنه تركي مثلا والموزاريلا. فالموزاريلا برضو الكيس ب115، اللي هو الكيس الكيلو ب115. تمام. انا بجيبه عندي مثلا، ساعات بفضيه كده في اطباق، كنت مفضيه اطباق لما عملت البشاميل، وبقيته سبته بصراحه في الكيس. تمام. اما بتخلص بجيب كيس ونفس الكلام بقسمه، بس ده كان باقي عندي بقى سبته في الكيس وخلاص. تمام. هبدا بقى احط كده، وعايزه اقول لكم الخضار ده مفيد جدا لاولادنا يعني. كتري في عفوا، كتري مثلا في الفلفل، في الحاجات دي. الفلفل مفيد جدا جدا طبعا. تمام. هبدأ بقى احط الكاتشب تاني، مايونيز. ممكن تحطي كل اللي انت عايزاه، اي حاجه عايزاها حطيها في الكريب ده. تمام. عايزه اقول لكم، هو واحد اساسا يلكم، مش محتاجه تاكلي واحد تاني، لا يلكم ايه، هو نصه يلكم مش محتاجه تاكلي الجبن، طبعا كميه الجبن كتير. آم، رحت اجيب البسطرمه، فبعدين معرفش ان البسطرمه بقالي كتير ما جبتهاش بصراحه، مش هكذب عليكم يعني. فبقول له عايزه ربع بسطرمه، وبتكلم بقلب جامد يعني، اللي هو ايه يعني الربع ب60 جنيه يا جدعان، مش مشكله يعني. فالمهم لقيته بقول له الحساب كام، جايبه بقى البسطرمه وزيتون وحاجات تانية. فبعدين بقول له الحساب كام، بقول له حساب البسطرمه كام، قال لي 100 جنيه. قلت له ها، قال لي 100 جنيه. قلت له لي حضرتك 100 جنيه ليه، انا عايزه ربع مش عايزه نص. راح قال لي لا، ما هو الربع ب100 جنيه. فقلت له ليه، قال لي مش اللحمه غلت يا مدام. قلت له اه عندك حق والله يا استاذ، اللحمه غلت فعلا اللحمه غلت، عندك حق. إيه اللي خلاني اعمله بالبسطرمه انا، ما كنت مشيتها جبن بس يلا، يلا مش هنجيبها تاني. وخدت الربع البسطرمه يا جدعان ومشيت، ويعني مش عايزه اقول لكم بقى، الحمد لله ان بقيت الطلبات في البيت. بس انا كده يعني يعتبر خلاص حشيت معاكم. هبدأ بقى ان انا اولع البوتاجاز واحطه تاني طبعا على الجريل بتاع الكريب، هحطه تاني بحيث ان هو الجبن بقى تبدأ تسيح كده وتدخل في بعضها كده، ويا سلام، ويبقى باظظ خالص. فيعني الطعم خطير بصراحة يا جدعان، هو يستاهل، بس مش لدرجة ان الواحد ب75 جنيه، مش للدرجة دي يعني. كمان ممكن انت الكريب ده ممكن تعملي منه كريب شوكولاته، يعني لو عندك شوكولاته في البيت، او انت ممكن تعملي الشوكولاته اللي هي شوكولاته البيت دي، اللي هي بالكاكاو واللبن، هتديكي وتعملي بيها الكريب الحلو مع شويه مكسرات حلوه عندك، سوداني، جوز الهند، زبيب. مش شرط مكسرات من الغاليه يعني، وتعملي احلى كريب حلو في البيت وطعمه حلو جدا. فاهميني؟
يعني احنا نقدر نعمل كل حاجة بتتباع بره بتكلفة عالية، لا احنا نقدر نعملها في البيت وبحاجات بسيطة ونفس الطعم ونفس ال الطريقة، بل بالعكس في بيتك طبعا الحاجة بتبقى احسن وانضف وانتي بتعملي اللي انتي عايزاه وبتبقي عارفة انتي بتعملي ايه، غير بره انتي مش عارفة بيحصل ايه. او ده طبعا ربنا يرزق واحد كل واحد يا رب ويوسع رزقه، انا ما اقصدش حاجه، بس انا بتكلم على التكلفه دلوقتي. احنا دلوقتي كل حاجه بقت تكلفتها عاليه جدا، لو ما كناش نعمل لاولادنا في البيت مش ما انا لو عندي عيل واتنين وتلاته مش هديله يجيب كريب من بره، معلش يعني، لا ما انا اعمله في البيت. فاهميني؟ مش لازم بسطرمه، ممكن نعمل بجبن بس، ممكن نعمل يعني باي حاجه، ممكن تعملي بالبانيه، اعملي الفراخ زي الشاورما وتعملي بيها، ممكن تعملي بالبرجر يعني. المهم نفرح اولادنا ونعمل لهم احسن حاجه، تمام، وما نكسرش بخاطرهم. ساعات الاولاد بتبقى نفسهم رايحه للحاجات ديت، مش مفيش امكانيات نجيبها من بره، هنعملها في بيتنا مفيش مشكله. ولو حتى هتعملي واحد ولا اتنين ولا تلاته على قد الافراد بتاعه الاسره وخلاص، مش شرط نكتر علشان الميزانيه. انا وصلت معاكم لنهايه الفيديو. هوريكم دلوقتي طبعا الكريب هيطلع وهتشوفوه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. النهارده روتيننا كان جوه المطبخ مش بره المطبخ. اتمنى اكون افدتكم باي حاجه او ضفت لكم اي حاجه. شكرا جدا جدا على الناس اللي جوه القناه معايا، وشكرا جدا على الناس اللي اشتركت في قناتي امبارح، وشكرا على اللي هيشتركوا، وشكرا على كل متابعيني وكل الناس اللي بتشوف الفيديو. فضلا منكم حطوا لي لايك وسبسكرايب، واللي اول مره يشوف قناتي، انا حكايات رشا والمطبخ، روتينات، فلوجات، طبخ، مشتريات، كل ما يخص البيت هتلاقوه على قناتي. انا وصلت معاكم نهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.